السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دايما مهنيات حبيباتي، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير. العيد خلاص نعم، ولكن بقات لي هذا لاغوسيت مع غوسيت واحدة أخرى تاع الحلوى، نحطها لكم غدوة أو بعد غدوة بإذن الله. اليوم الوصفة تاعي تاع تشراك العريان، رمتو في اللوز إيفيلي. المقادير تاع هذا الوصفة: عندي 3 كيلات تاع فارينة مغربلين، وكيلة تاع سكر غلاس ايضا مغربله باش نحيو لها هذاك الكعابر. وعندي ايضا مغرف كبير تاع لافاني، ونص مغرف تاع خميرة الحلوى، غبرتهم ايضا مع بعض. قلت مغرف كبيرة تاع لافاني مع نص مغرف صغيرة تاع خميرة الحلوى، وقرصة تاع الملح. المقادير هذه كامل نخلطوها مع بعض، وندير كيلة. هذيك هي الكيلة اللي كيلت بها الفارينة والسكر غلاس، كيلة تاع زبدة شوية زيادة، شوية زايدة، باش تجيني الحلوى طرية تذوب في الفم، مع حبة بيض زائد صفار. كما راكم تشوفوا الطريقة تاع التحضير تعرفوها. اما بالنسبة للتخلط كل وحده وكيفاش تحب، كيما اللي دام، اللي تحب دير السمن، اللي تحب دير زبده وسمن، اللي تحب دير زبده وحدها. انا ما نظنش باللي تشرك العريان يندر بالزيت، يندر بالزيت يجي شويه يابس. بالنسبه للعجينه باش نخلطها، درت شويه حليب وشويه مزهر. تقدروا ديروا مزهر وحده، تقدروا ديروا ما وحده. القوام نتاع العجينه يجي شويه طري، كما يوليش يتفتت لكم في اليد. هذاك هو القوام نتاعو. بالنسبه للعقده كما العاده، عندنا 5 مغارف تاع كاوكاو، مع 3 مغارف تاع سكر، مع 3 مغارف تاع مزهر. هذا هو المكيال نتاع العقده باش تجينا سوسوه، ما تجينا ناشفه، ما تجينا طريه بزاف يعني سايله. وهذيك المغرفه تاع القرفه، ولا اللي تحب دير لافاني دير لافاني. بالنسبه للعقده كي نديروا المزهر لازم نعجنوها مليح باش هذاك السكر يطلق الماء تاعو، وتبدا العقده تتعلق. كي نجو نرفدوها ما تبقاش تتفتت. العقده هذه درت كورات تاع 15 غرام. لوز افيلي دائما لازم نفتوه شويه باش يلصق لنا في الحبه، مع بياض البيض. طبعا ما نوريلكمش كيف تشكلوا بشرك العريان، كل وحده الله يعرفها كيف يتشكل. وشنو حرصوا باش تغلقوا هذوك الثقابي باش ما تخرج لكمش العقده. انا قطعته بمولكل عندي طابع باش تجوني كامل الحبات كيف كيف. ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا. ومن الان وحنا ندعو في ربي يبلغنا رمضان القادم وحنا لا فاقدين ولا مفقودين، وبصحه جيده باش نقدروا نعبدوا حق عبادته. هذا هو الترك العريان تاعنا. بعد ما درت له بياض البيض ورمضته في اللوز إفيلي. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. كالعادة ما تنسوش ديروا لي جيم، والسلام.